كيفاش غادي يحس دابا ملي كيعرف بان امو اللي كان كيعتز وكيفتخر بها معتقله؟ حشاش دوات على حقها راه ما فهمناش. ما كانتش كتقول ما عمرني ندخل الولاد ديال الدرهم ديال الحرام. كبرنا وحنا كتكبرنا على كتقولنا كونوا متواضعين، كونوا معقولين. زوارة موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة. على خلفية اعتقال القاضية السابقة مليكة العامري نستضيف اليوم ابنتها نرجس. نرجس مرحبا بك. ربي يخليك، بارك الله فيك. ايوا ما عرفتش من عين نبداو، والله ما عرفت نقول لك. الحمد لله الله يعرف، لانه الانسان الام ديالو كتكون في السجن، فانا كنتوقع قدر الله ما شاء لطف. كما كنتصور المغاربه كاملين غيحسوا بك. كي دايره حالتها؟ الحاله الصحيه ديالها صراحه حرجه بزاف. الحمد لله. هي واخا الحاله الصحيه ديالها صعيبه ومريضه، وحسب التقارير الطبيه حسب التحاليل ديالها ولا الاشعه اللي طلبوا لها وكل شيء كيبينوا بانها مريضه، ولكن نفسيا كثر. اخر مره شفتيها فوقاش؟ وما تنقدروش نشوفوا حش عليها، ممكن الحراسه. اين دابا في مستشفى محمد الخامس حي محمدي في الدار البيضاء. الدار البيضاء. لا ما تلاقيتيهاش كاع لحد الساعه هكا مثلا عن قرب؟ لا، غير واحد الوقيته مع الطبيبات، غير واحد النظره فقط، لا اقل ولا اكثر. غير فاقده الوعي ولا كتشوف؟ وعي. انا ما قربتش لها من قريب باش نهضر معاها زعما باش نعرف شنو كاين. كانوا كيستمعوا ليها، عطاوها خبروها بالامر بالايداع في السجن. ديك اللحظه طاحت ماشي في المحكمه الابتدائيه الزجريه ديال العين سبع. لا، من عند وكيل الملك. هي كانت في الفرقه الوطنيه. كان دايرين معاها بحث مطول، المده ديالو شي تقريبا نقدر نقول 20 يوم. كانت كتمشي وكتجي تيستمع على خلفيه داك الفيديو، على خلفيه الفيديو اللي خرجت كيسمعوا لها يوميا ولا نهار؟ النداء هذاك خلفيه داك النداء. ماشي يوميا، ماشي بشكل يومي، ولكن بحال اللي قلتي تيمشي نهار ويومين وتيعاودوا يستدعيوها وتتمشي عندهم تتمتات الاستدعاء ديال اللي كيستدعيوها، تمشيو معها حنايا من 9 الصباح، بعض المرات 10 سوايع ديال التحقيق، 12 ساعه ديال التحقيق ديال الاستماع ديال المهم تحقيق، حتى لواحد النهار، حتى النهار الاثنين مشينا وصلناها. مشيت انا والزوج ديالي هزيناها من برشيد، طلعناها عند الفرقه الوطنيه مع 9:30 دخلات. كنتسناوها تخرج بحال سائر الايام، حتى كيخبرونا بانها راه تم النقل ديالها للمحكمه الابتدائيه وخاصنا نمشيو نتبعوها. حنا حالتنا طاحتي ديك السيك؟ لا، يعني ما مشاو داوها عند باش قال لك غادي لها التقديم. حنا انا حالتي بدا كانت يورثى لها بكل الكلمه معنى، حقاش اخر حاجه كنت كنتوقعها هي هذاك الشيء اللي وقع. مشينا بقينا كنتسناو، عيطت للمحامون ديالها حضروا صافي. المهم من بعد ما داروا هذيك الجلسه وقيله استعجاليه، انا ما كنفهمش في شي مسائل قانونيه بزاف، حكم داروا لها متابعه في حاله اعتقال، اعتقلوها. هي ما تصدمات، تم الاغماء عليها، تغمى عليها، سخفات. حنا ما عارفينش الملابسات سخفات وما سخفاتش. واحد اللحظه كتب لها لومبيلونس دخلات ديال الوقايه المدنيه، دخلات صافي هزوها، عرفناها بانها غادي تمشي للسبيطار، كنا تبعوها راه اغميه عليها. دخلوها بداو عليها، كانت واحد الطبيبه مشرفه ديال تما كانت في ليزورجونس، هي واحد الطبيب معاها مداوم، استقبلوها، داروا لها التحاليل الاولى، مشينا درناهم، خرجوا مع 2 ديال الصباح، لقينا بان عندها تخثر ديال الدم وعندها سي ار بي طالعه، انا هيك على السكر والطونسون اللي هي عندها ديجا امراض مزمنه. والام ديالي انا اصلا تعاني من جلطتين دماغيتين قبل. شنو عندها؟ 2 جلطات دماغيه. تعرضت لهم؟ تعرضت لهم قبل هذه الواقعه، قبل سنوات هذه. باش 2 جلطات دماغيه، 2 جلطات دماغيه، وكانت شلات ام ديالي، وكان عندها ملف طبي ديالها في المستشفيات. حنا جبنا كل شيء، لا بابراس كلها عندنا، الطبيه ديالها كلها كاينه عندنا. المهم بقاو معها الاطباء مشرفين عليها. بالنسبه للطبيبه كتقول لنا بانها راه كتشك حتى بان عندها، ماشي كتشك، عندها كوفيد، حيت ما كتذوقش، ما كتشمش حتى دابا عندها كوفيد. كورونا. عندها كورونا. عندها قبل ولا تصابت فيها؟ ما عرفتش كيفاش حسب. دابا التحاليل عطات بان فيها
فيها كورنيش ما كتذوقش وما كتشمش، والطبيبه هادشي اللي قالت لينا. فوقاش اخر مره عرفتي هذا الوضع؟ اليوم سمعتي؟ لا نهار 3 قالت لينا كورونا. قالت لنا راه هي عندها دابا كيقولوا فهمتي، قالت لنا راه واخده الوقايه ديالها، كيجيو عندها غير داكشي علاش حنا ما قدروش اصلا ندخلوا عندها بحال اللي دايرها اون كارونتين فوالا. والطبيبه عاوتاني تتقول لنا بان تحاليل خرجوا فيها تخثر الدم، وتخثر الدم حنايا بحال تخثر ديال الدم. التخثر ديال الدم في حال ديال ماما اللي كانت ديجا عندها جوج جلطات دماغيه صعيب بزاف على عندها السكر، عندها طونسيون، عندها الكوليسترول، ماما عندها امراض مزمنه كثيره وكبيره. دابا الدم اختار يعني شي ميكروب ماشي ما عندوش شي علاقه بالميكروب بوحديته، هذيك التحليل ديال الميكروب بوحديتها ديال هذه ديال تخثر الدم سامعينها قبل وعاد قالت لكم دابا؟ قالت لنا الطبيبه قبل ما كنتوش سامعينها؟ ما كناش سمعنا وقيلا جراء هذيك الصدمه عندها. دابا حنايا شاكين ماشي شاكين، دابا حنا كنستناو واحد اللي خاصو يدار، ودار لي واحد سكانير يلا توصلت بيه دابا تقريبا شي ساعه ونص. شنو قال السكانير؟ السكانير تيقول بان عندها اون اونسيفالوباتي هيبرتونسيف، بمعنى بانها عندها بحال اللي قلتي ضغط في الدماغ ديالها، ولكن كيأثر على الماده البيضاء بما يرتب عندها بالعربيه اضطراب في الوعي، وعندها حتى ارتباك في عقلها. ارتباك يعني ملي كتكون تحت الضغط، ملي كتكون اون هيبرتونسيون يعني كتكون عندها تحت الضغط كترتب عليها هادشي، كيكون عندها هاد الاعراض. تقدر تنسى بحال مثلا تقدر تنسى، وعندها اضطراب في الوعي، يعني عندها بحال قلت بالفرنسيه، انا قلتها بالعربيه باش المغاربه يسولك في هذا الجانب الحاله ديالها. الا سمحتي لي نعم. في حياتك معاهم اليوم يقولون هادشي كتنسى هي؟ يقدر يخترقوا عليها الاحداث مثلا، تشابهوا عليها الاسماء ما كنقدرش يتشابهوا لها، لا مثلا الاحداث مثلا بحال مثلا نسى، ولكن غير ملي كتكون بحال قلتي مريضه عيانه، خصوصا ملي تكون عندها طالع عليها الطونسيون. هي الانسانه اللي كتاخذ دواء مزمن ديال الطونسيون، ديما هي مريضه عندكم في الدار؟ ديما مريضه. هي هادو سبب من الاسباب اللي خلاها تدير التقاعد ديالها، مريضه دائما وعيانه مابقاش صحه عطات بزاف. دابا شنو الطبيب واش كتنصح دابا؟ غير باقي نعيدوا لها شي تحاليل شي؟ عندها واحد دياغام وعندها واحد التحاليل خاصهم يلاه يشوفوا النتائج ديالها. شحال عمرها هي بالضبط؟ 68 سنه. 68 عام. 68. انت شنو كديري ريجيستيه؟ انا صيدلانيه دكتوره. وشحال الاخوه عندك؟ خوك؟ عندي خويا. شنو كيدير؟ بيولوجيست، طبيب. انتوما جوج؟ جوج. تبارك الله وصل على النبي. دابا انت هي الصيدلانيه هو بيولوجيست. كيف تقبلتوا هاد؟ تقبلناش. الوالد مسكين. انا يا ربي تسمح لي تنطلب الصبر من عند الله. الوالد مسكين؟ الحمد لله. معليش كنحاول نقوي راسي. شكون دار الشكايه؟ ما عرفناش. دابا هذا الملف ما فيهش شكايه ولا النيابه العامه باش كتلقائي؟ ما عارفينش حنايا عندها داروا لها الاعتقال، ما عرفناش كيفاش. حنا ما كانش عندنا، حنا كيهمنا دابا الصحه. يقدر يكون ما كاينش مشاكل. لا ما عرفتش والله، هي ما عارفه. انا ما ندخلش في امور هذيك، كنحترم القضاء كنحترم. انا عارف ما ندخلش في عارفه نعطيك معلومات. انا ما عارفه. واخا عندي واحد السؤال، حيت دابا انا كنقرا في بعض المواقع هذاك الفيديو، واش داك الموقع الالكتروني اللي صوروا واش واجع عندكم؟ لا داك الموقع الفيديو كيفاش تتصور؟ ماما كانت دارت شكايات بزاف، وشافت بان ما كاينش نتيجه، ما كاينش رد على داك الشكايات اللي دارت. ترجعت الاب ديال المغاربه كاملين في داك الفيديو. لا انا كتهمني واحد الجزئيه، بان واش جا موقع صور معاها؟ صوراتو لراسها. وحنا ملي سقنا الخبر ولحتو في فيسبوك وسقنا حنا الخبر مشينا مسحناه. بلاتي عرفتي علاش كنقول لك هادشي؟ السؤال في غايه الاهميه، لحقاش كاينه واحد المعلومه ولا واحد الماده كتسيركل وسط الواتساب كتربط داك الفيديو بواحد المعتقل ما نجبدوش دابا كاين في الحبس، وبان هذه السيده كتخدم اجونتو وباعاز منها. اذا ماشي موقع الكتروني ولا صور معاها. شكون ما عرفتش. دابا شي ماده كيخرجوها بان زيان مزيان، اذا ما عندها علاقه بزيان. ما كاين حتى شي حاجه. كانت ماما بوحدها سجلت الفيديو، وملي حنايا شفناه كبنتها وولدها. نعاودها معك انرجي. سبريما الفيديو. لا ما كيهمنيش سبريمي. صورت راسها وحطاتو في فيسبوك. اذا في قناه في اليوتيوب ديالها، ما حتى شي قناه. اذا الناس جاو صفحتها وزوه. ما كاينش القضيه تهز. هذيك اللبس دو طون فاش طلعتو هي مع 7 العشيه وباش نوصل عندها انايا مع 9 الصباح. ملي شفت الفيديو قلت لها ماما
المهم زعما هذا الفيديو خاصو يتحيد. شفنا ارتأينا انا ولدي انا خويا باش نحيدوه، بقينا تهز ما عرفناش كيفاش حنا نتنشر هذيك حيت كيروجوا شي حوايج. انا لا ما كاينش هذاك الشيء. راه واحد الموقع. علاش هذاك الموقع؟ راه التليفون ديالها كاين باقي في الخبره عند الفرقه الوطنيه. هاد الهضره ما كايناش، خصو مسجل في التليفون ديالها، ما كاينش هذا الشيء نهائيا. غنسولك نرجس، جاتني فرصه. حنا كمغاربه بصح حياه القضاة ما كنقدوش نوصلوا ليهم. كنعرفوا القضاة كيعيشوا واحد مساكن، كنعرفوا القضاة يعني داك الصوره عندنا على القاضي. بغيتك تقربي لي من صوره انت كبنت قاضيه ملكه العامري الام. كيف ونعم الام. لا خلي الام اي واحد. لا خلي يهمني المراه. واش الام اسمح لي ما عرفت نعبر على هذه الفكره. الام المعلمه، الام مثلا القاضيه، الام الطبيبه. نبغيو نشوفوا الام القاضيه كيفاش كتعيش مع ولادها في علاقه بالملفات. واش كانت خاصتكم وقت مثلا كقاعد؟ حنا ماما صراحه الوقت ديالها كان مكرس للخدمه. الخدمه ديالها كانت حنا ما عشناش مزيان مع حياتنا بزاف مع ماما صراحه. ماشي ما عشناش بزاف حياتنا مع ماما لما نقولوا بان ما كانش كتعطينا وقت، لا كانت تعطينا كل الحب كل الحنان كل الدعم، ولكن كانت كتفني حياتها على الوطن ديالها وعلى العمل ديالها. الوظيفه ديالها كان الوظيفه ديالها هو حياتها. كتلعبوا مع الدراري عادي؟ لا ما كانش كنلعبوا عادي. شو الحمام بحالكم مع الناس؟ الحمام ماما انا كانت كتكري الحمام باش كنمشي انا وياها. علاش؟ ايوا حيت كانت كتعيش في المدينه اللي كانت موظفه فيها، اللي كتحكم فيها. شي وحده تخوي عليها شي سطال وسط الحمام تخاف. انسان تيخاف على وليداتو. كنتو كتعيشوا بحال هكا؟ كنا كنعيشوا نهار الحمام تتكريو؟ لا مثلا ما نمشيوش قصريات مع الناس، ما نخرجوش، ما عشناش حياه الطبيعيه. كانت كيكون عنده واحد التخوف لحقاش كنا كنعيشوا في نفس المدينه ديال اللي كانت. شنو كانت هي ديك اللحظه؟ قاضيه نائبه ولا كتحكم ولا قضيه تحقيق؟ كانت هي في القضاء الجالس ومن بعد دازت النيابه العامه. انا سمعت كانت نائبه وكيل العام. كانت نائبه الجنايات. الجنايات كانت ماما كانت كدوز قضايا من اول مراه دخلت الجنايات في المغرب هي الاستاذ العامري ملكه. وكانت كتبقى حتى ل 3 4 الصباح. وعرفتي الملفات الجنائيه كيفاش تجي الجنايات كيفاش كتكون. شنو حنا بعض المرات كنا كنعسو كنفيقوا ما كنشوفوش ماما تخرج بكري وكتجي معطله. ما عشوش معها ديما هكا؟ وعشنا هذا الشيء زعما. كانت هي رباتنا خلقا وادبا وكل شيء زعما. صراحه الام ديالي ما خلات ما قصرت في جيتنا لحد الساعه. حنا تزوجنا وتبارك الله بوليداتنا وزعما، ولحد الساعه باقا عايشه معنا مشاكلنا وكتعطيه العطاء. هادشي كلشي كديرو اصلا على قبل من. هاك نسولك نرجس، انا قبيله عطيتيني هاد الدفتر كنشوفو وتيرتني واحد النقطه في غايه تقدر تبان لك بسيطه، تقدر تبان لشي واحد بسيطه، ولكن انا وقفت عندها. هذا الدفتر الذكريات ديال خوك الصغر يعني مؤلمه بزاف. شحال كان في عمره؟ 10 سنين. تارتني واحد النقطه. سميتو المهدي الخضراوي، السن، عنوانه، بقى غادي كيكتب كلشي تيكتبو. وصل دار اسم الاب ادريس، مهنته كذا طيب. وصل الام دار ملكه العامري، ما دارش سميه الاب. انا قلت علاش امو شنو علاقته؟ كيف افتخارا بها. الام ديالنا هي كلشي في حياتها. شوف دار سميه امو كنيت امو ما دارش كنيت بواه. قلت واش عفوان واش ما كانتش كتقول ما عمرني ندخل الولاد ديال الدرهم ديال الحرام. كبرنا وحنا كتكبرنا على كتقولنا كونوا متواضعين، كونوا معقولين، ما تكذبوش، ما تاخذوش ديال الغير. شوفي هذه عطاتها له كنظن في الصغر ياك. هذيك شوف شنو محتفظ بها. بس هذه البطاقه من امي الحبيبه، تعيشي يا امي فبدونك لا وجود لي، احبك يا امي. مسكين احتفظ بهذه البطاقه من خويا مصدوم. وخويا ما قادرش حتى يهضر، ما قادرش يشوفها، ما قادرش يشوفها، ما قادرش كيوقف تما وما كيقدرش كاع يمشي حتى تما. منهار ما تيكل حتى شي كلمه. حنا خايفين حتى على الصحه ديال النفسيه ديال خويا، ما متعلق بها بزاف. علاقته بها قويه بزاف. هو حنين فيها وعندهم. انا واخا بنتها، انا بنتها، ولكن علاقه خويا مع ماما كبيره بزاف. هو علماتو هذيك القضيه ديال احترام المراه، احترام تقدير المراه. انا خويا كيحسسني بانني مراه، بان الاحساس كيواسيني. حتى مع الام ديالي بحال هكذاك، كان كيهبط في الليل وتيغطيها. كيفاش غادي يحس دابا ملي كيعرف بان امو اللي كان كيعتز وكيفتقر بها معتقله؟ حاجه دوات على حقها راه ما فهمناش. حنا باغيين نفهموا، حنا ما بغينا نفهموا. حنا ما كيهمناش هادشي دابا، كيهمنا غير الصحه ديالها.
ما يكون غير خير ان شاء الله. دابا هي في ايادي امنه ماشي في ان شاء الله ما يكون غير الخير. نرجس انا بغيت نرجع معك نرجس اذا كان ممكن طبعا، وهي القاضيه حيت انا كيعجبني هاد سمعت عليها وعندها واحد الصوره جد طيبه في القضاء بزاف. وانا تواصلت مع ناس صغير وكبير عندها واحد السمعه لم يسجل عليها القضاء فساد في تاريخ حياتها بحال الذهب، ولا عمرها شدت شي فلوس ابدا، ولا عندها حتى شي مخالفه في مسارها المهني ابدا طيله مسارها. كانت كتنصف الناس وكترد الحق المظلوم. كيجيو عندها الناس قدامنا من صغرهم تنتلاقى مع السيد وقف بحال هكا استاذه، كتخرج المساعده تقول لها عافاك كتقول لي قول لي سير، الا كان الحق معك حقك ما غيضيعش في المغرب. حنا في بلاد الحق والقانون. ويمشيو للبرشيد يسولوا عليها شخص بشخص، مشيو للسطات، مشيو لبن حمد، مشيو للرباط، خودات صحابها، اصدقاء ديالها والصديقات ديالها عشت معاهم انا. كنا كنتلاقاو في النوادي ديال النادي ديال القضاء، كنعيشوا عارفيننا وحنا عارفينهم وعارفين الام ديالي من اطيب خلق الله. انسانه اللي الناس كتساعد الناس، انسانه طيبه واحد الصوره اللي كتقطعها من اللحم وتعطيها للاخر. بالنسبه لخوتها هي الام ديالهم، بالنسبه لباها هو الامل ديالو في الحياه. هذا الشيء اللي خلاها تندافع ودير هذاك الشيء. نسولك واحد السؤال دابا، هاد ماماك من اطيب خلق الله، هاد الشيء اللي سمعت عليها مرأة طيبة وفاضلة، وحتى يعني ما بغيتش ندخل في شي تفاصيل، حتى ذاك المسؤول يعني اللي تجبد قضائي ما بغيتش نناقش فيه، يعني معروف من يعني رجل طيب. بغيت نسولك في هذا السياق، واش علاش انا سولتك قبيله انا والله ما عارف اتساءل، المسؤول عنده سمعة طيبة، ما واش غيكون ماماك يعني واش نسات، واش ضغط، واش حاله ماشي نسات ماما. دابا انا ما ولا عندها جلطه دماغيه ملابسات، انا ما بغيتش ندخل في داك الملابسات القضيه ولا داك الشيء. دابا داك الشيء في المحكمه هما اللي تيقرروا. انا كنهضر معاك انا كبنت الوالده. نعم شي جوج عبارات على ماما، شي كلمات اللي لا انا بقيت كنسمع قبيله واحد الكلمه تارتني قبيله باش سولتك قبل ما نبداو وتارتني واحد جوج عبارات كانت تقولهم لكم ماماكم انت وخوك. كتقول لنا الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. لقيت خوك كاتبها هنا في صغير يعني كاتبه في هذا الدفتر هو. وشنو هي الكلمه الاخرى؟ تارتني واحد الكلمه مزيان تقول من تواضع لله رفعه. احنا كبرنا على شي كلمات في حياتنا كامله دائما ماماك دائما تقول وياكم التفاخر. وخويا كاتبها هنا، انا شفتو كاتبها داك الشيء. ثاني واحد الكلمه، اثنان لا يتعلمان. قراها انت. المستحي والمتكبر. ما تكبروش. اليوم عندك شحال في عمره هنا باش كان هذا خوك هذه اللحظه؟ صغير، كان في مستوى السادس يعني ابتدائي بالحب. 10 سنوات. اثنان لا يتعلمان المستحي والمتكبر. مكبرنا على مبادئ. انا والله ما نكذب عليك كبرتنا انا ولا ماما. سؤال، شوف حنا الفروج ما تنحرقوش. حنا الفروج ما نقدرش نحرقوا. انا بنت يعني كانت هي يا قاضيه. احترام القانون، الولاء لسيدنا، الوطنيه اللي كبرت هذه فينا حنا ماما. حنا كنزرعها دابا انا في وليداتي. دابا ربما يكون وقع غير شي سوء فهم، حنا كنتمناو من عند الله وعز يتعاد. بغيت نسولك واحد السؤال نختم به هاد. نعم سميتي. بغيتك تكوني هو سؤال شويه ماشي قاصح، وانما بغيت المغاربه يفهموا يعني هاد القضيه ديال والديك شنو وقع لها. عندي واحد المعطيات سمعتهم منا اكديهم ليا ولا نفيهم ولا. وفي هذا السؤال جدك اللي هو بوب الوالده ماشي كندينوه عادي من حقه، غير الناس تفهم. هاد جدك نعم واش الوالده ما نقدوش نقولوا كانت ضحيه ديال جدك؟ بمعنى ما معنى ضحيه؟ دابا واحد الجد كيقلب على الارض عادي غيقول لبنته ما تربى، ما كيقول لها انت قاضيه وما جبتي لي والو، اش ربحت في هذا القضاء ديالك انت ماشي قاضيه. البنت في علاقه باش تكون مرضيه مع باها زائد بين نارين. كانت ماما بين نارين، خاصها تكون مرضيه ترضي باها ولا وخصها تبين له وحرجها هو بهذه القضيه. واش كان كيقول هذه الفكره لا؟ انا جدي عزيز عليا ما بغيتش نقول. شوف انا سمعتها من بعض المصادر سمعتها ما نقدرش ناكد. حيت دابا هي مع يقول انت قاضيه تقدر واحد اللحظه ما نعرف ما تضغط ولا ما عرفتش. بغيت نسول واش كاين كيمارس عليها هاد. دابا شوف هذا سي المهداوي، نتوما كصحافه
عندكم الحق تقولوا اللي بغيتوا. لا ماشي كلشي في نطاق القانوني. حتى حنا دابا بحالكم. هي دابا عندكم حد اش لاحظتيني انا دابا دخلت معاك في القانون، لاحظتي ما جبت لك هذا لا وتا الحلقه ملي كنت كنغطي هذه من هذا الموضوع لاحظتي بتحفظ. لا احتراما، انا كنحترم راسي وداك المسؤول كنحترمو زيد عليه. هي خرجت في هذاك النداء بواحد الحرقه، بواحد الحرقه على البلاد، بواحد الحرقه بان بغات الحق ديالها ما يتسلبش، بواحد الحرقه بغات الحق يتقال، وبغات المحكمه ديالها تكون عندها تكون تحكم بحكم قضائي عادل محايد لا اقل ولا اكثر. ما نساوش بان ماما راه 33 عام ديال تقدر تكون غلطت ولا لا؟ ماشي ما نقدرش نقول انا غلطات. هي ديك الخرجه انا ما نقولش كأسرة ما نقولش غلطات ولا ما غلطاش، انا ما عارف ما باغيش تدخل هذا الموضوع، ما باغيش ندخل هذا الموضوع تاع غلطات ولا ما غلطاش، ولكن انا ما غاديش نفي ديك الهضره اللي قالت وما تاكديهاش. لا ما غنفيش الهضره اللي قالت، ولكن ما كانش خاصها تهضر بديك الانفعاليه. ديك المعلومات ما كانش خاص يخرجوا اعتباطيين. هادشي اللي غادي نقدر نقول انايا. لحقاش هي هضرت بحرقه، وهي كانت هي كانت راه حد معاناه كبيره، راه عشنا حنا معاها، راه حد بنخلي حنا 30 عام ولا نقولوا حنا واحد عامين وحنا كنتكرفصوا على هذه الارض هذه. تخيل بان اليوم يكون عندك وغدا خاصك تولي تبيع حوايجك باش ترجع هذاك اللي شرا من عندك حقه فلوسه، لحقاش حنا راه مخلصين، حنا راه مخلصين الخزينه العامه، مخلصين الضريبه ديال الارض. ايوا شرح حنا غنرجعوا ليه فلوسه، خصنا نردوه من جيبنا. هاد الارض حق راه جدي ولا خالاتي ولا الورثه راه عاقدين فيها امل كبير، عاقدين في واحد الامل ديال غتهز غتعتق بزاف الناس بعدا. كاينات حنا ثمن المساعدات ديالنا كتقول لها نهار وكتقول نهار غادي نشري لك وندير الناس كلشي، ماشي من كبير صغير، ماشي غير حنا كاسره متضررين من هادشي. وكتشوف بان هي خرجت بواحد هي راه دوزت 33 عام ديال القضاء، لابد غادي يكون عندها في الهضره ديالها واحد الجرأه، واحد الانفعاليه وداك الشيء. انا ما نقدرش نتحكم في ديك ما غاديش نقدر نعطي واحد تقييم نظر، لا ما يمكنش، ما عنديش انا ما عارف ما غاديش نقدر. طبعا. نرجس خليك شي كلمه اخيره الله يدير لي فيها الخير ولا يخلي لي صحه ميمتي، هذه هي اهم شيء دابا عندي. وكنطلب من القضاة يوقفوا مع اختهم، حيت واحد النهار كانت اختهم. انا اليوم بنت قاضيه جالسه هنا، يقدر يكون شي نهار الدور تكون بنتي وقاضي واحد اخر حتى هو جالس هنا، بقى تكون انسان اخر مغربي، اي انسان يقدر يكون في بلاصتي وفي هذه الحاله ديالي. نهضر على امي بهذه الحرقه، عندي احساس اللي دوزت حياتها كلها وهي نزيهه باش في الاخر عمرها جزاء وشكرا ديالها بحال هكا. ما عمر شي حلقه راودني فيها شي احساس بحال ماشي على شي موضوع بحال هذا. عندي نتمنى ما نكونش غلط، سبحان الله كنحس احساس بانه يعني وكنشكون المغاربه بعدا ان القضاة غادي ما الله اعلم، حتى الا كان شي غلط من جهتها غادي يتفهموه ولا غادي يصلحوه ولا غادي. هي عندها، انا عندي سكانير بان انسانه ملي كتكون تحت الضغط راك تيوقع لها ارتباك، تقدر تكون هي غلطات ولا تقدر تكون هذا ولا نسات ولا عندها شي واحد لاضات ما يمكنش ضرب واحد الانسان بواحد لاضات. دابا نقدر نسولك انا واحد السؤال الا كان ممكن سمحتي لي. انا نسولك دابا، تفكر واحد ولد عمك انت دابا يطيح لك الباب ودا واحد شي ولد عمك دابا في بالك طاح لك، عرفتي خالد جاني خالد. امتى اخر مره تلاقيتي معاه؟ والله ما نعقل. وكيفاش هي غادا تعقل على عام ونص؟ امتى النهار التاريخ الفرنسي شي واقعه وقعت كيقول لها فوكاش وقعت التاريخ الفرنسي عطينا اليوم اكزاكت لا يمكن. وانسان اصلا عندها اصلا جلطات دماغ، ما يمكنش، هي عطاتهم فتره. اما لاضات راه مستحيل، انا ما نقدرش نعقل على هذه 5 ايام ولا 6 ايام ولا في هذا تلاقيت مع فلان يقول لي مع امتى تاريخ ما يمكنش. حنا اللي بصحتنا باقيين صغار وباقيين فتره ديال عام ونص. دابا بغض النظر على الوالده ديالك باش نختم معاك، نعم، هاد المشكل ديال العقار وهاد المافيا ديال العقار، دابا خلي الكلام اللي قالات وداك المسؤول اللي كنكنوا له كل الاحترام والتقدير، هذاك نقاش اخر والمحكمه تقول كلامها، غير ماماك حيات واحد الموضوع واحد الجرح خطير ديال هاد المافيا العقار دابا اللي كتلقاها من وراء ستار واداه عباد الله وخلات الناس في العذاب وكتلقاها كاع ما بايناش. نرجس نخلي لك انت كلمه الاخيره مره كاع.
ونتمنى الشفاء العاجل للوالده ديالي، هو اهم شيء دابا حنا مركزين عليه ان شاء الله. وحنا املنا في الله وفي سيدنا في هذا الوطن وفي خوتنا المغاربه في القضاة، والله ينصر سيدنا ويدوموا علينا. اللهم امين. واش نقول؟ والله يشافي نقدر نقول على الكلمه الوالده وانا كان دوري كنتمنى الوالده الله نشكرك السي مهداوي، شكر كبير بزاف على موقفك المحايد. لا بلا ما تشكريني، واجب عليا. على فيديوهات لا واجب، تبارك الله كانت في مستوى كبير بزاف. لا واجب عليا، والحمد لله. كنت موضوعي، كنتي محايد موضوعي، كطرق على شنو هذا الشيء اللي كاين. كنت بشكل موضوعي. انا ما بغينا بما يخدم هذا البلاد وهذا الوطن هذا. الله يشافي مره اخرى، وهذا الله يدير فرج عليها. امين امين. والله يدير شي تاويل ديال خير على اللسان. ما عرفتش كيفاش غادي نقول لك. سلمي على الاخ وسلمي على الوالد والجد والاسره الكريمه، وحتى الوالده لا تلاقيتيها في شي زياره ولا كذا بلغيها سلامنا، والله يدير شي تاويل الخير. بهذا متتبعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه. نشكر لكم طيبه المتابعه والى اللقاء.